الصلاة والسلام. عاملين ايه؟ وحشتوني يا رب كلكم تكونوا بخير وسعداء ومبسوطين وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الطاقة الايجابية، يا صباح كل حاجة حلوة في الدنيا على عيونكم. ايه النهارده جايه لكم؟ بصوا يعني جايه لكم بروتين. بصوا اتحداكي ان بعد الفيديو ده هتقومي كده تتشجعي وتشوفي ايه وراكي. انا يومي بدأ يا ست الكل من الساعة 7 الصبح بعد ما العيال نزلوا المدرسة كده، وعملت لهم اللانش بوكس بتاعهم وفطرتهم والدنيا معايا بقت زي الفل. نزلت كده وديتهم المدرسة ورجعت بقى عشان اشوف ايه اللي ورايا. اول حاجة عملتها بحب ان انا اعملها، فتحت كل الشبابيك، لازم تهوي الدنيا كده وتدخلوا الشمس، بما اننا كمان داخلين على شتاء وكده مش هنشوفوا الشمس بعد كده. فانتوا اول حاجه تفتحوا الشبابيك بتاعتكم وتدخلوا الشمس في البيت، تطلعوا الطاقه السلبيه وتدخلوا الطاقه الايجابيه. وطبعا خلي بالكم من الدبان عشان الدبان رخم جدا في الشتاء. اصحوا بدري، الصحيان بدري بيخليكي كلك نشاط وحيويه وتخليكي تنجزي كل اللي وراكي. لكن لو صحيتي متاخر هتلاقي اليوم معاكي مفهوش بركه، فاصحي بدري تنجزي وقتك. طبعا الفيديو بتاعي النهارده بصوا في حاجات حلوه كتير وان شاء الله نستفاد منه ولو بحاجه بسيطه باذن الله. بس طبعا انا زعلانه منكم عشان طلبت منكم كتير تحطوا لي لايك للفيديو عشان المحتوى يوصل لناس كتير تانية. في ناس ما قصرتش وما بتبخلش عليا وانا عارفه الناس دي كويس جدا، وفي ناس تانية مش عارفه تحط اللايك وبتبخل عليا، مع اني انا ما بستخسرش في حد حاجه. فانا زي ما قلت لكم هم صباع، انا مش طالبه منكم المستحيل، ده اقل حاجه ممكن تقدمها لي وتقدروا، يعني قدروا تعب يا جماعه، قدروا تعبي. وزي ما قلت لكم ان هو صباع والله، دي حاجه ما عليهاش شهريه. اما بالنسبه للناس اللي دايما متابعيني ودايما بتحط لي لايك ودايما بتكتب لي كومنت حلو، دول في قلبي، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. وبصوا ويديمكم نعمه في حياتي. فانتوا ما تاثروش يعني ما تاثروش معايا زي ما انا ما بأثرش معاكم في الفيديوهات، انتوا كمان ما تاثروش معايا في اللايكات. والله هو اللايك مش طالبه منكم حاجه، اللايك بتاعكم دوت هو اللي بيفرق معايا، بيخلي المحتوى بتاعي يوصل لناس تانية، بيديني باور ان اكمل تنزيل فيديوهات. هو ده اللي بيعمله اللايك بتاعكم. لكن انا لما بتعب في الفيديو والاقي ان الفيديو مش جايب مشاهدات، يعني انا قبل القناه بتاعتي ما تتفعل كان جايبه مشاهدات عاليه وكان بتجيب مشاهدات بعد ما القناه اتفعلت مش عارفه في ايه، والكلام زاد واللك زاد والعجن زاد وفكروا ان انا خلاص بقيت مليارديره وبطلع اقبض بالدولارات بسم الله ما شاء الله يعني. فانا مش عارفه، انا ربنا يدي كل واحد على قد نيته من ناحيتي وعلى قد ضميره، مش هقول لكم كده غير كده يعني. واما بالنسبه للناس اللي بتحبني بجد وبتحب شوشو بجد وبتتمنى لشوشو الخير وواقفه جنب شوشو وفي ظهر شوشو، حابه اقول لكم متشكره قوي 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 ليكم كلكم. ربنا يكبر بخاطركم ويديكم على قد ضميركم ونيتكم من ناحيتي، ويعوضكم اضعاف 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 ولكم بالمثل واكتر. يلا بينا عشان ما نرغيش كتير، عشان انتوا عارفين ان انا رغاية. طبعا انتوا زي ما شفتوا منظر الريسبشن كان عامل ازاي من اللب. غلطة عمري ان انا دخلت اللب البيت، فانا قلت لا مش ما بدهاش بقى، انا لازم اقوم كده بعد ما وديت، مع ان النور قاطع اليومين اللي فاتوا، والنور مع قطع النور بيعمل لي بصوا يعني بيخليني ان انا خلاص مش طاقه نفسي، ويخليني ان انا مش قادره اعمل اي حاجه ومخنوقه. والوقت اللي انا نفسي اعمل فيه واجيب الرينج لايت ببقى يعني بكسل عن شغل البيت وبكسل عن حاجات كتير. فانا قلت لا يا بت مناش فايده، لازم النهارده كده تقومي وتعملي الريسبشن، لان طبعا كان تقريبا التراب اتستف على الحاجه. والتراب من اكتر الحاجات اللي بتعمل معاكي طاقة سلبية جامدة جدا، بتخليكي قاعدة مخنوقة وعندك ستريس، وخصوصا الناس اللي عندها جيوب انفية وحساسية بيكون عندهم مشاكل كبيرة، فلازم تتخلصي من التراب في البيت. طبعا هنا كان لازم امسح الحاجة الخشب بتاعي الاول، وبعدين هبدأ اشفط بالمكنسة ام كهرباء. لو انت الدنيا عندك مردومة تراب، اياكي ثم اياكي تكنسي بالمكنسة الناعمة. انا تقريبا يعني ممكن اكنس بالمكنسه الناعمه دي يوميا، ويومين في الاسبوع اشفط بالمكنسه المكهربه. وزي ما قلت لكم المكنسه المكهربه دي نعمه كبيره جدا جدا في البيت. المكنسه العاديه بتخلي التراب يطلع يملالك الدنيا تراب، فما يعني ما يعني مش عارفه اقول لكم ايه. فهو انسب حل ان انتي تشفطي بالمكنسه الكهربائيه كويس جدا 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 عشان تخلصي من كل التراب، ما تخليش ولا نقطة يعني ترابية كده في البيت. وبلاش اياكي ثم اياكي تحطي مية على التراب، لان انت لو حطيتي مية على التراب هيعمل معاكي عجينة وهتليطي بقى طليط ما بعده طليط، وهتلاقي نفسك دخلتي في حوسة ما بعدها حوسة.
فاهم حاجه ان انت تمسحي الخشب بتاعك، وطبعا قبل ما تكنسي بالمكنسه الكهربائيه عشان لو في اي ترابيه كده ولا كده وقعت على الارض يبقى سهل عليكي ان انت تشفطي بالمكنسه الكهربائيه. انما لو مسحتي كنستي عملتي الخشب بتاعك اوريدي، انت مسحتي الخشب بتاعك ومسكتي المكنسه العاديه عشان تكنسي، التراب هيطلع تاني على الخشب بتاعي. وانا مسحت كل الخشب بتاعي بالبخاخه اللي في ايدي. ايه يا شوشو البخاخه دي؟ البخاخه دي حاطه فيها، بصوا ده الميكس بتاع شوشو دوت، بصوا هو الجنان بتاعي، حاطه فيه زيت زيتون، حاطه فيه زيت لافندر على ياسمين عشان يعمل ريحه في الريسبشن وفي الخشب تحفه جدا جدا جدا، وحاطه فيه شويه دوني بدل ما احط ميه معدنيه او خل او حاجه، حاطه فيه شويه دوني كده، فطبعا ده بيخلي الخشب معايا بيلمع. واكيد القطنه ما بتكدبش، اكيد انتوا شايفين الدنيا معايا عامله ازاي. فدوت انا بستخدمه، دوت التنظيف اللي هو الاسبوعي. انما الناس اللي متابعيني عارفه ان البليدج والاورال ده والحاجات اللي هي المنظفات بتاعه الخشب دي من اكتر الحاجات اللي بتبوظ الخشب. ودي كانت معلومه جايباها من بتاع المابوليا، من حد انا واثقه فيه جدا جدا. ده ما بعملش غير كل فين وفين من غير اي تكلفه، من غير اي حاجه. مش لازم يبقى عندك جلانس للازاز، مش لازم يبقى عندك ملمع مابوليا، مش لازم يبقى عندك منظف ارضيات، مش لازم مش لازم مش لازم مش لازم. النظافه دي يعني اساسي معاكي في البيت. وكان في كومنت جالي، يعني في كومنت جالي، كان في مش عارفه متابعه ليا بتسالني، وده السؤال ده جالي كتير جدا جدا جدا، ازاي احافظ على بيتي مرتب ونضيف طبعا في وجود اطفال. هو طبعا يا ست الكل هقولك في الاول كده، هو ربنا يخليهم لينا وكل حاجه، بس انتوا عارفين الاولاد بيشيلوا ويحطوا ويبهدلوا الدنيا. فربما يعني ربما انت مش قادره تعملي وراهم، فلازم انت تحافظيهم، تخليهم يهتموا بالبيت، يساعدوكي، حسسيهم بالمسؤوليه، خليهم يعني يخليهم يعتمدوا على نفسهم. اللي يخرب حاجة يرجعها مكانها. وبصوا مش هقول لكم غير ربنا يخليهم ويبارك فيهم ويفضلوا كركبوا كده ونفضل نلم وراهم. فطبعا كلنا بيجي علينا وقت، وانا كان جاي عليا وقت اليومين اللي فاتوا دول ببقى مش قادرة حرفيا اقوم من مكاني. فلازم اجي على نفسي واقوم، لان انا معايا 4 اطفال، فلازم دول لو انا وقعت الدنيا كلها هتتهدف فوق دماغي. لازم تهوني على نفسك. انا كنت محبطه جدا من القناه ومن الناس ومن اللي حواليا ومن اخواتي وجوزي وبيتي وعيشتي وحياتي، محبطه. بص احباط ما بعدها احباط، يعني محدش بيحسس بالروح ولا بيا غير اللي خلقني، فمحدش بيحس بحد. فلازم نهون على نفسنا ونبسط الدنيا كده، ونبدأ نعمل حاجتنا بمود كويس. لو مش قادرة تعملي اوعي تيجي على نفسك عشان صحتك يا اختي. احنا قايلين قبل كده ياما، احنا قايلين صحتنا مش لاقيينها في كيس شيبسي. اللي تقدري تعمليه اعمليه، واللي مش هتقدري تعمليه سيبيه لحد ما تظبطي مودك وترجعي احسن من الاول. وقومي شوفي بقى وراكي ايه، وربنا يدينا الصحة والعافية. ويخلينا دايما بقول لكم ربنا يديني الصحة والعافية اللي تخلينا نخدم بيوتنا من غير ما نحتاج لحد. فانت ما تخليش الحزن يسيطر عليك، لان الحزن اخرته حزن. كلنا بنقوم ونقع ونقوم ونقع، وكلنا بنمر بظروف زي الزفت، بس لازم تفوقي لنفسك، ولازم ترجعي تقفي على رجلك تاني وتبقي اقوى من الاول، وتشوفي بيتك وتشوفي حياتك، لان دول خلاص دول في رقبتك. احنا مش في الدنيا لوحدينا. دايما اقول لنفسي انا مش في الدنيا لوحدي، في ناس مسؤولة مني وفي ناس في رقبتي. انا لو وقعت البيت كله، اللهم اني البيت كله هيقع، لان انا بعتبر لنفسي انا قوة البيت وانا اساس البيت، وهي فعلا الام عمود البيت. لا راجل هيقدر يعمل حاجة، ولا راجل هيقدر يخدم، ولا راجل هيقدر، مع احترامي طبعا لكل الرجالة اللي معايا وكل الناس المحترمة اللي معايا، بس دي حقيقة. انت مجرد ما بتوعي والله العظيم بتلاقي ان كل الناس ضدك، بتلاقي ان اول واحد جوزك دوت، اول واحد بتلاقيه جاي عليكي، بتلاقيه تقولي عيانه، معنى ان انت تعبانه كده. مفيش حاجه اسمها تعبانه تتطخي بالنار، والله العظيم. زي ما بقول لكم انا لما بطلع اتكلم معاكم بصوا من كل قلبي. انا لما بكون مخنوقه واكتر حاجه بتريحني هو يعني فتح التسجيل كده، ان انا اطلع اتكلم معاكم، لان فعلا بجد بجد انا بعتبركم ان انتوا جزء من حياتي. وما بطلع الكلام دوت، يعني انا اما جيت فتحت القناه ما فتحتش القناه زي ما قلت لكم عشان خاطر فلوس ولا ماديات ولا حاجه، والله ده هي كانت ضربه حظ. ده انا فيديو كان جوزي جايب لي هديه كبيره، كنت فرحانه جدا، ولقيت فيديو عندي
فقلت ان انا انزله. ممكن ترجعوا لاول فيديو نزل عندي على القناه، ما كانش فيديو روتينات ولا اي حاجه، رحت منزله الفيديو بتاع الهدايا ده، فنزلته لقيته جايب كومنتات بقى ولايكات كتير وجايب مشاهدات كتير، فرحت جدا. قلت طب يا بت ما ايه، ما تعملي روتين وتنزليه، اعملي حاجه ونزليه. بدات ان انا واحده واحده لقيت القناه بتتشاف، واحده واحده طبعا بفضل ربنا ثم بيكم ان انا القناه اتشافت، والحمد لله قناتي اتقبلت وقناتي اتفعلت بفضل ربنا ثم بيكم. طبعا انا حابه اشكر كل الناس الجديده اللي دخلت معايا ونورتني، والناس المقيمين معايا دول على راسي من فوق. ربنا يديمكم نعمه في حياتي ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. فزي ما قلت لكم كده، احنا طلعنا من موضوع ان احنا نحافظ على بيتنا ازاي مرتب ونضيف، بس هنرجع نقول لكم احنا دخلنا في الرجاله، احنا عمالين نطلع من هنا نخش من هنا، وفي رجاله كتير هتزعل مننا. بس نرجع واقول لك يا ست الكل، خلي بالك من نفسك ومن صحتك، ما تضيعيش حياتك عشان خاطر حد، ما تضيعيش حياتك عشان خاطر حد. بلاش الرجوليه الزياده اللي انت اخدها في نفسك دي، تقولي عشان خاطر فلان ولا اعمل عشان خاطر علان. بلاش بلاش، انا مش هعرف اوضح لكم اكتر من كده، بس بلاش. بصوا بقى، طبعا الروتين زي ما قلت لكم ان انا كان لازم اعمل كده، لان التراب كان مردوم، واللي كان يعني اليومين طبعا الجو متقلب والجو وحش جدا اليومين دول، احنا لا عارفين احنا في صيف ولا في شتاء. فكان لازم ان انا اعمل كده عشان التراب كان مسيطر تقريبا على البيت كله، بالذات البلكونه والحتت اللي باينه من السيراميك. غير طبعا انتوا عارفين السجاد عندي اسود، فاي تراب عليه بيبان بسرعه. فقلت الحق نفسي كفايه كده. طبعا انا كنت مشفطه التراب بالمكنسه قبليها كمان عشان يتسهل عليا وتوفر معايا الوقت والمجهود بتاعي. وطبعا البلكونه وقدام باب الشقه انا قايله لكم دول من اهم الحاجات اللي لازم ترتبيهم وتروقيهم عشان الدنيا معاكي تبقى زي الفل. فانا طلعت البلكونه شفطت كل التراب، مش هستعمل ميه خالص بالمكنسه، وبعد كده هبقى اعملها بشويه ميه لو مستحقه اللي هي تتعمل، ما اتعملتش هتبقى معايا زي الفل. انما لو طلعتي كلبيتي ميه على التراب هتلاقي الدنيا بقت تروبه وهتطين معاكي، فالاحسن ان انت تشفطي بالمكنسه الكهرباء. والمكنسه المكهرباء دي بصوا يعني نعمه ربنا يديمها في حياتي وما يحرمنيش منها ابدا. وزي ما قلت لكم الاجهزه الكهربائيه كلها كده. فزي ما قلت لكم انا عايزاكي تقومي وتشوفي وراكي ايه. في ناس بتبقى قاعده كسلانه وتعبانه، اوعي تيجي على نفسك، خلي التعب ياخد وقته معاكي، عشان لو جيتي على نفسك محدش هيخبط عليكي ويديكي من صحته. لو تعبانه فعلا ارتاحي، من حقك انك ترتاحي، انما لو بتبقي تدلعي بقى ده لان انسي لو قعدتي اتدلعتيلك، انسي ان محدش هيسأل فيكي، هتبقي زهقانه ومخنوقه وقرفانه. الكلام ده لا مفيش منه خالص. انما بقى لو بجد تعبانه، هقولك على حاجه، اوعي تهلكي صحتك وتعملي حاجات. انا بحس من حقنا ان احنا نرتاح، بحس ساعات اوعي تكوني كسلانه وتسيبي نفسك وتسيبي الدنيا عندك تضرب تقلب، وتسيبي بيتك وتسيبي ولادك كسلانه. انا بقول كسلانه مش تعبانه، في فرق بين الكسلانه وفي فرق بين التعبانه. انما لو تعبانه خدي وقتك، تعبانه بجد ساعتها هتلاقي نفسك اتورطتي ورطه ما بعدها ورطه. بلاش دلع عشان محدش هيجي يعمل لك حاجه، اعملوا حساب للوقت دوت. لو انت تعبانه قوي بلاش تيجي على نفسك، وربنا يديكم الصحه والعافيه وما تحتاجوا لحد ابدا. دايما ندعوا ربنا ان ربنا يرزقكم الصحه، اهم حاجه في الدنيا الصحه، لا فلوس ولا بلل ولا شقق ولا عربيات ولا حتى ذهب ولا اي حاجه في الدنيا. والله العظيم الصحه دي اهم كنز كبير كده في الحياه، هي اهم حاجه في الدنيا. اكم ناس معاها فلوس وما ينفعش تشتري الصحه، وعندها مرض ما يتعالجش بملايين الدنيا، وبيسافروا بلاد الدنيا كلها وهم تعبانين. فاهم حاجه، ربنا يديكم الصحه والعافيه اللي تخليكم تخدموا بيوتكم من غير ما تحتاجوا لاي حد. المهم بقى حطي اللايك عشان انا تعبت جدا بالفيديوهات، وفيديوهاتي بتروح حضر كده، وعشان تشجعوني ان انا انزل لكم فيديوهات. انا مش عايزه حد يقول ان انا طالعه ان انا الم فلوس ولا الم مشاهدات ولا بشحت، مش عايزه حد يقول لي الكلام ده. وحابه زي ما قلت لكم اشكر كل الناس اللي بتتفرج عليا وبتتفرج على الفيديو للاخر وبتحط لي كومنت حلو من اللي بيشجعني وبيديني طاقه ايجابيه ان انا انزل لكم فيديوهات، مع اني فيديوهات كتير مش بلاقي فيها تفاعل. عادي مكمله، وبفضل ربنا ثم بيكم اللي ربنا عايزه هيكون. وربنا عمره ما بيضيع تعب حد، ايا تعب يعني ايا كان اللي انت بتعمليه، حتى لو انت شغاله في اي شغلانه تانية ربنا عمره ما بيضيع تعب حد. اعملي اللي يرضي ربنا، ما تعمليش اللي يرضي الناس.
وقومي وشوفي ايه وراكي. عايزه اقول لكم كمان الجو اليومين دول غير مستقر تماما، وتراب وشتاء وحاجات غريبه، يعني مش عارفين نفسنا احنا في صيف ولا في شتاء ولا احنا فين بالظبط. حد يقول لي الاجواء صيفيه والمراوح والتكييفات لسه شغاله والقط والشورتات وفي ناس بتلبس سويت شيرتات على شورتات، والبيت مهما تعملي فيه تلاقي معاكي تاني اتطرف. فانت ما تتخيليش الاتربه على السطح الاسطح والعفش ويعني عامله ازاي. فاحنا عندنا عاصفه ترابيه كده، فقومي وتشجعي ونضفي اول باول، لان لو سبتي التراب اللهم ان بعد كل عاصفه عبال ما تخلص هتلاقي التراب ردم لك البيت تاني. فانت اول باول كده شجعي نفسك، واحنا بنعمل الفيديوهات دي عشان كلنا نتشجع من بعض. وقومي وخلصي كل اللي وراكي وتنشطي وتحفزي وخلي شقتك الكل يشم ريحتها. واصحي بدري، اصحي بدري، ما تصحيش متاخر. طول ما انت حاطه الكسل في دماغك وحاطه التعب في دماغك مش هتقدري تقومي كده من مكانك. وحطي رولز كده قبل ما تنامي وامشي عليها، يعني النهارده هعمل ليفنج، بكره هعمل اوضه الاطفال، بكره هعمل مش عارفه ايه. هتلاقي نفسك خلصتي كل اللي وراكي من غير تعب ومجهود، وانت عندك باور وانرجي ان انت تعملي حاجات كتير كتير كتير. فاعملي الحاجه وانت حباها، خلي عندك تفاؤل، شغلي قران، شغلي صب وارقصي، شغلي اي حاجه، كلمي حد في التليفون وانت بتعملي بيتك، كلمي حد بتحبيه، كلمي حد يديكي طاقه ايجابيه، بلاش الناس اللي بتدي طاقه سلبيه. هتلاقي نفسك الدنيا بقت معاكي زي الفل، فل الفلين كمان، يعني هتلاقي معاكي الدنيا زي الفل. بصوا انا خلصت كده الريسبشن بتاعي، انا عماله لوك، عماله اجيب من كل فيلم اغنيه. انا مش عارفه انا بطلع اقول لكم ايه. انا كنت الاول بطلع ان انا ببقى متلخبطه مش عارفه اقول ايه ولا اعمل ايه، بس طبعا انا دلوقتي بسيب نفسي قدام المسجل بتاع التليفون وبقول اللي بقوله، ويا دوبك بصوا بحفظ وانزل الفيديو على طول. والله العظيم ما بتصنع قدام الكاميرا، هي دي طبيعتي، ما ببقاش حافظه انا طالعه اقول ايه ولا طالعه اتكلم في ايه ولا اي حاجه من اللي بتحصل دي. فقومي وشوفي وراكي ايه وخلي الدنيا زي الفل. حد يجيلك، حد يخبط عليكي على سهوة، لو مدرس من مدرسين العيال جاي يلاقي الدنيا زي الفل. وبعدين جبت المعطر بتاع فريدة ده، حلو جدا 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 بريحة النظافة، حلو جدا 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 جدا. ما خدتش ما استهلكش اي حاجه غير صحتي. حاولي تعوضي نفسك بقى في اخر اليوم، اعملي بقى هوت شوكليت، اعملي كابتشينو، كوبايه نسكافيه، اعملي اي حاجه انت بتحبيها، واقعدي كده اتدلعي، البسي، تمكيجي، ارقصي، اخرجي، روحي اعملي اي حاجه انت بتحبيها، وطلعي نفسك من المود القرف اللي انت عايشه فيه. هتلاقي الدنيا معاكي بقت حلوه. وده كان يومي النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسنيش باللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني بقى في فيديوهات تانية كتير، هتوحشوني. إلى اللقاء.